بقول لك يا شيماء، ايه؟ انا رايح الشغل بقى، عايزه حاجه؟ الشغل؟ طب والسرير اللي جوه ده والمونه اللي واقعه دي مين اللي هيعملها؟ سرير ايه بس يا شيماء؟ انا قلت لك 100 مره انا سباك مش نجار، يعني افهم في الحنفيات المواسير، ماليش انا في الخشب والدق والملل والحاجات دي. امال انت صنايعي ازاي يعني؟ الصنايعي ده المفروض يعرف يعمل كل حاجه. اقول تور يقولوا حلبوه، ده الساحر ده اللي بيعرف يعمل كل حاجه مش الصنايعي يا حبيبه قلبي. الصنايعي ده كل واحد ليه صنعته، واحد سباك، واحد نجار، واحد طباخ، كل واحد بيعرف يعمل حاجه. ما اطلعش انا منك بحاجه مفيده، يعني السرير ده كده هيفضل بايظ كده. ما تصلحيه يا ست طالما مزهقك قوي كده. اي نجار اتصل بيه يجي يصلحه، والفلوس انت عارفه مكانها. انا همشي، انا بقى اتاخرت على الشغل، في زبونه مستنياني. سلام. انا اللي هصلحه برضه في الاخر، وانا اللي هجيب السباك، وانا اللي هجيب النجار، وكل حاجه عليا انا. اتفضل يا اسطى اتفضل، ادخل استريح. اصبر بس 10 دقايق اروح اخش اعمل لك حاجه تشربها. لا حاجه ايه واستريح ايه، انا مستعجل، يلا عشان نشتغل. هو اسم حضرتك ايه؟ اسمي نور. عاشت الاسامي يا بطل. نعم بتقول ايه؟ انا ما قلتش حاجه يا ست الكل، انا قصدي يعني فين الحنفيات اللي بايظه اللي عندك، يعني الحنفيات عشان انا مستعجل. عندي حنفيه المطبخ بتنقط، والحنفيه بتاعت الحمام بايظه، والدش بايظ. يا ست الكل ما تشيليش هم اي حاجه، انا جايب كل حاجه وعامل حسابي. يلا يلا بس اتفضلي وريني الحاجه. اتفضل يا اسطى. اتفضلي بطل. اهو السرير ده يا اسطى علي. قولي لي بقى ماله عشان اشتغل كده على نضيف. مش مظبوط خالص، كل شويه يوقع الالواح ومش مظبوط خالص. تعالى شوفه بقى. خلاص ما تقلقيش، انا هظبطهولك، ولو فيل نايم عليه هيبقى زي الفل. شوف بقى شغلك يا اسطى علي لغايه ما اعمل لك كوبايه شاي تشربها. طب ما تخليكي معايا كده تسليني. نعم يا عم، انت بتقول ايه؟ شوف شغلك وانت ساكت. حاضر حاضر، هشوف شغلي ما تزقيش. حنفيه المطبخ يا ست الكل بقت زي الفل وتمام. بصي اهو، لو عايزه تجربيها بنفسك جربيها. خلاص هجربها يا اسطى. جربي بقلب جامد، انا كده كده شغلي تمام وعارف شغلي. خلاص يا اسطى بقى احنا عرفنا شغلك تمام، يلا بينا بقى نشوف الدش بتاع الحمام. يلا يا ست الكل على الحمام، يلا على الحمام. بس كده بقى زي الفل، انا ظبطتهولك ودقتلك فيه كذا مسمار وكده الدنيا بقت تمام. الله ينور عليك يا اسطى علي. يعني كده خلاص مش الالواح دي مش هتقع تاني؟ لا لا عيب عليك، اطمني خالص. غيرت لك وصله الدش اهو وبقت زي الفل. ينور عليك يا اسطى. لو حابه تجربي الدش كده ولا حاجه وتستحموا وتاكدوا انه شغال، اتفضلي جربي ما تقلقيش. بقول لك ايه يا اسطى، انت مختل عقليا ولا ايه؟ انا بهزر معاك يا مدام، ما تقفشيش، خليكي كده فرفوشه. طب يلا بقى عشان تاخد باقي حسابك وتمشي. اتفضلي. يلا يا اسطى. خد حسابك اهو يا اسطى علي، ال 200 جنيه. طب ما تخلي يا ست الكل. اخلي ايه؟ ده حسابك. طيب انت مجنون ولا ايه؟ طب بقول لك ايه، ما تخلي الفلوس معاكي وتعالي نشوف السرير دوت يتصلح ولا لا. اطلع بره يا حيوان، خد فلوسك اهي وامشي. يلا اطلع بره، انت مش صلحت السرير؟ يلا من هنا. حرة خلاص، ان شاء الله السرير تولع بيكي. مالكش فيه، اطلع. اتفضل يا اسطى 400 جنيه بتوع حسابك. متخلي يا قمر؟ نعم. طب بقول لك ايه، ما تخلي الفلوس دي خالص، انا ممكن اخد منك يعني حاجه تانية كده بدل الفلوس، واخلي الفلوس ليكي. انت حيوان ولا ايه؟ انا ممكن اقول لجوزي لما يجي اخليه يطين عيشتك. لا لا لا, لا يا مدام، جوزي كده مش مستاهله، ده انا بهزر معاك، انت هتوقفي حالنا واكل عيشنا ولا ايه؟ السلام عليكم. سلام. في 60 داهيه، صناعيه ما بتجيش الا بالعين الحمراء. خش يا حبيبي خد لك دش قبل ما اجهز لك الاكل. طب هو السباك جه وصلح الدش؟ ايوه. طيب اخيرا خلاص الواحد هيستحمى، اقوم باخد دش كده بنفس. اقول لك على السباك اللي عمله النهارده ولا بلاش بدل ما يعمل مشكله؟ في ايه يا شيماء بتعيطي ليه؟ في ايه يا شيماء مالك؟ تخيل النجار الحيوان اللي انت جبته دوت، تخيل كان عايز يمسك ايدي في الاوضه وكان عايز يطلب حاجات كمان. تخيل. مسك ايدك؟ كنت خايفه قوي يا رامي النهارده. يا سبحان الله، والله لو انا زودت عن كده كان زود هو كمان. زودت انا مش فاهمه حاجه. حقك عليا انا يا شيماء، انا اللي غلطان، وبعد كده يا ستي مفيش اي حد هيجي البيت غير وانا موجود. ده المفروض اللي يحصل. الحمد لله اللي ما زودتهاش عن كده، الحمد لله.